لماذا كتبت هذا الكتاب؟ في لحظة ما من حياتي كنت أنا اللي بدور على كتاب يطمني، على كلمات تحس بي وتفهم اللي مش قادر أوصفه، على قصة تشبهني تحسسني إني مش وحدي. ومع الوقت بقيت أنا اللي بسمع الحكايات. كخبيرة في الصحة النفسية قابلت ناس كتير شايلين جواهم وجع مش دايماً ليه اسم بس دايماً ليه أثر. كانوا بيحكوا وأنا شايفة في عيونهم السؤال نفسه: أنا ليه كده؟ هو في أمل؟ أنا هفضل كده طول عمري؟ ومن هنا بدأت فكرة الكتاب. مش عايزاه يكون مجرد تحليل نفسي ولا مصايح جاهزة، أنا عايزاه يكون صوت إنساني حقيقي يوصل لقلب كل حد بيتألم وبيحاول يقوم. كتبت سهام الوعي علشان أقولك الوعي مش بيوجع، الوعي بيحرر، والتعافي ممكن حتى لو ببطء، حتى لو خطوة بخطوة. ويمكن السهم اللي خلاك تفتح الكتاب ده هو أول سهم وعي بيصيبك علشان تبدأ تشوف نفسك بعيون أهل.